القصة اللي هكلمك عنها النهاردة دي قصة حقيقية حدثت من 100 سنة فاتوا. قصة الأب الوالي اللي رمى أبوه. القصة دي لكل واحد رمى أبوه، ولكل واحد بيعامل أبوه معاملة وحشة ومعاملة سيئة، ولكل ابن عاق. اسمع القصة دي وصل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. بيقول لك من 100 سنه فاتهم كان في اب اسره، يعني الاب ده تم تعيينه والي في القريه بتاعته والقرى اللي حواليها، بيدير شؤون قريته ويدير شؤون كل القرى اللي حواليها. الاب الوالي ده بقى كان له اب عجوز في السن، كان له اب كبير في السن جدا، كان مأهمل فيه بطريقه كبيره، لا كان بيسأل عليه ولا كان بيهتم اذا كان كل ولا ما كلش، ولا يهتم بتنظيفه. الاب يا عيني كان كبير في السن، كاهل في السن، لا حول له ولا قوه، كان مرمي ما بيقدرش يتحرك. والابن ده كان مأهمل فيه اللي هو الابن الوالي، لدرجه ان هو ما كانش بيسأل عنه اذا كان كل ولا ما كلش، لدرجه ان هو كان جايب له حصيره كده مقعده بره البيت في الشمس، وكان بينسى ان هو قاعد في الشمس بالساعات ولا حتى يقوم يجيبه ويدخله. المهم كان مأهمل وعق له جدا جدا جدا. في يوم من الايام رؤساء القرى اللي حوالين القريه بتاعه الوالي ده قرروا ان هم يعملوا اجتماع في بيت الوالي ده، وفعلا الوالي بدأ يجهز بقى التجهيزات والتوجيب ولوازم الضيافة، وبدأ يعمل حاجات في البيت وكده. وفي ظل التوتر بتاعه وهو متوتر ماشي كده سريع، اتعثر في ابوه، اتعثر في ابوه واتعثر فيه، ولا حتى قال له معلش ولا بصله، لدرجة ان الاب العجوز بصله بصة كده معناها كمل يا ابني اللي انت بتعمله، كمل وملكش دعوة بيا. المهم يا سيدي بقى كان دايما خجلان من ابوه وخجلان من شكل ابوه، فنده على ابنه الصغير قال له تعالى يلا عشان ناخد جدك ننقله ورا البيت قبل ما الضيوف يجوا ويشوفوه بالمنظر ده ويعرنا قدام الناس وانا الوالي ووالي المنطقه كلها، يلا بسرعه. وفعلا الابن راح ساعد ابوه عشان ينقل جده ورا البيت، وراح عشان يجيب الحصيره اللي هو الابن الصغير ابن الوالي، راح عشان يجيب الحصيره، وقبل ما يفرش الحصيره بص لابوه الوالي وقال له استنى انا هجيب حاجه واجي، عشان الاب يتفاجئ ان الابن جايب مقص وجاي بيقول له انت هتعمل ايه بده؟ قال له انا هقطع الحصيره ديت نصين، نص هاخده احتفظ بيه ونص هفرشه لجد عشان تنيمه عليه. قال له هتحتفظ بالنص التاني ليه؟ قال له عشان لما اكبر وانت تكبر في السن انت كمان هبقى افرشها لك تنام عليها زي ما انت فارشها لجد دلوقتي. الاب اتصدم وقال له مين اللي علمك كده ومين اللي قال لك كده؟ قال له انت اللي علمتني كده، انت اللي وريتني كده، وانا شايفك دلوقتي بترمي ابوك اللي هو جدي، بترميه ورا البيت عشان خايف ان هو يعرك. جدي اللي كبرك ورباك وخلاك راجل وخلاك شد حيلك انت مش مهتم بيه. هنا الاب اللي هو الوالي اول ما سمع ابنه الصغير بيقول له كده انهار في البكاء وحضن ابنه ده ويقول له انا بعمل كده ما كانش قصدي. قال له لا كان قصدك وانا شايف ده بعيني دلوقتي، انا شايف بعيني وانا لسه هو وانت رامي ابوك من سنين ولا بتهتم بيه، فالنص ده ان شاء الله عنهولك عشان ابقى نايمك عليه. هنا الاب الوالي انهار في البكاء وازداد في البكاء، وبص لابوه اللي هو العجوز لقى الاب بيبكي من غير ما يتكلم ولا كلمه، عشان يروح يمسك ايد ابوه ويبوسها ويبوس رجليه ويقول له حقك عليا، وياخد ابوه وينضف له شعره ويقص له شعره ويحميه ويلبسه احسن الثياب ويقول له حقك عليا، ويترجى ان هو يسامحه ويقعده كده في صداره المجلس عشان كل حكماء القرى اللي هم جايين بيبصوا لقوا راجل كده كبير نظيف قاعد، عشان الاب الوالي ده يقول لهم يشرفني انني اعرفكم على ابويا، ده ابويا وليا الشرف ان هو ابويا. وفعلا انتهت القصه على كده، ولكن والله العظيم هو ده الواقع وهو ده اللي بيحصل. ابنك الصغير ده هو بيقعد يشوفك انت بتعامل ابوك وامك ازاي، وصدقني اول ما انت تكبر هيعاملك بنفس المعامله بالظبط، سواء بقى انت كنت بتحسن اليهم هتلاقي ابنك ده بيحسن اليك وبيعاملك معامله بر جدا. لو انت بقى عق ليهم وبتعاملهم معامله وحشه هتلاقي ابنك ده بيعاملك معامله اسوأ واقصى من اللي انت كنت بتعاملها لابوك وامك. وزمان قالوا مثل عظيم جدا عمري ما انساه، بيتعان على الرفوف، يعني الحاجه بتتعان على الرف والرفوف لحد ما يكبر اللي على الكتوف، يعني اي حاجه انت بتعملها مع ابوك وامك بتفضل متعانه لحد ما ابنك اللي انت شايله على كتفك ده يكبر ويقدمها لك، سواء بقى احسان
او غير كده. القصة دي خير دليل على هذا الواقع. والله يا جماعة، والله ان البر بالاب والام ده هو باب خير لك في الدنيا، والاعاقة ليهم باب شر، وبتقفل كل حاجة فيها خير وبركة لك في الدنيا انت بتقفلها. احسنوا اليهم، احسنوا اليهم قبل فوات الاوان. رحم الله ابي وبارك الله لكم في عمر ابائكم جميعا، ورحم الله من توفى منهم. اللهم امين. واشوفك في فيديو جديد.